تحركات نارية في ميركاتو الصيف، من عدلي إلى بن صغير ومن إيزي إلى كوندي، صفقات تغير شكل الموسم القادم. خليك معنا لتعرف كل التفاصيل. أعلن نادي بورمونت الإنجليزي تعاقده رسميا مع الدول المغربي أمين عدلي قادما من باير ليفركوزن. عدلي الذي قدم مستويات مميزة في البوندسليغا يفتح صفحة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ينتظره تحدي كبير لإثبات نفسه وسط كبار البريمير ليج. وفي ظل هذا الرحيل بدأ نادي باير ليفركوزن تحركاته لتعويض نجم خطه الهجومي، حيث وجه أنظاره نحو نجم موناكو الفرنسي إلياس بن صغير. النادي الألماني قدم أول عرض رسمي لضم اللاعب، بينما يصر موناكو على الحصول على 35 مليون يورو للتخلي عن خدمته. بن صغير المرتبط بموناكو منذ 2020 صعد بسرعة من الأكاديمية إلى الفريق الأول وأصبح أحد أبرز صانعي اللعب في الدوري الفرنسي. وفي إسبانيا أعلن نادي برشلونة عن تجديد عقد مدافع الفرنسي جول كوندي حتى صيف 2030، في خطوة تؤكد تمسك النادي الكتالوني بأحد أهم عناصره الدفاعية. كوندي الذي انضم إلى برشلونة سنة 2022 لعب دورا أساسيا في خط الدفاع وأثبت جدارته في أكثر من مركز. تمديد العقد يظهر رغبة البارسا في الحفاظ على الاستقرار الدفاعي لسنوات قادمة. أما في إنجلترا فقد اقترب الدولي الإنجليزي إبيريشي إيزي لاعب كريستال بالاس من الانضمام إلى أرسنال بعد أن كان على أعتاب الانتقال إلى توتنهام. إيزي صاحب المهارات العالية والرؤية الهجومية قد يشكل إضافة نوعية للمدفعية في حال إتمام الصفقة قريبا. فهل يكون بن صغير هو الخليفة المثالي لعدلي في ليفركوزن؟ وهل يواصل عدلي التألق في البريمير ليج؟ وما الذي يخبئه أرسنال بتعزيز جديد مثل إيزي؟ وبرشلونة هل تحسم مستقبل الدفاع بكوندي حتى 2030؟